بيبدأ الفيلم في غابة من غابات جنوب أفريقيا، وفي مجموعة من الصيادين بيهجموا على زمرة من الأسود وبيقتلوهم علشان ياخدوا أسنانهم، وكمان ياخدوا عظامهم وجلودهم ويبيعوهم بأغلى الأسعار. والصيادين بيقسموا نفسهم مجموعات وبيتحركوا في اتجاهات مختلفة، وبيلاحظوا آثار لأقدام أسد كبير حجمه كان مش طبيعي. وفجأة الأسود بتهاجمهم ومات واحد من الصيادين وهو بيصرخ وبيقول كلمة وحش. وبينتقل بينا المشهد لطيارة وبيكون فيها أسرة أفريقية، بيكون الأب اسمه دكتور نيت وبنته الكبيرة ماري وبنته الصغيرة مورا، وبتكون أمهم لسه متوفية في أمريكا، ودلوقتي راجعين لموطنهم الأساسي مرة تانية في منطقة موفين. والبنات كانوا فرحانين جدا بعودتهم لأفريقيا وسحرها. ولما بينزلوا من الطيارة الأب بينزل استراحة هو والبنات، وبيسلم على صديق طفولته وقريبه مارتن اللي بياخدهم في عربيته علشان ينقلهم للقرية. وبينزلوا من العربية وبيدخلوا بيت مارتن، وبيكون البيت كبير جدا ومارتن عايش فيه لوحده، وبيرحب بنورا وماري وبيعرفها ان هو عارف عيلة والدتها من ايام الطفولة، وبيوريهم الصور اللي بيكون فيها ابوها وجدتهم مع مارتن علشان يحسوا بالألفة ويعتبروا مارتن زي ابوهم. اول حاجة بيسألوا عليها الواي فاي وشبكة الموبايل، لكن مارتن بيقول لهم هنا مفيش الكلام ده. بعدها بتقعد ماري مع مارتن واندمجت معاه في الكلام واظهر لها اهتمامه بصور امها المتوفية. لكن لما نيد بيقعد معاهم ماري بتقول ان عمها مارتن قرب منهم في ساعة واحدة، انما ابوهم عمره ما كان قريب منهم، وبتلومه ان هو اهمل امها اخر سنة وسابها ماتت بالسرطان. لكن نيد بيقول لها ان هم انفصلوا قبل ما يجيلها سرطان، وبتنهار نورا وبتبعد عنهم. بعدها مارتن بيعتذر لنيد ان هو قلب عليهم المواجع، لكن نيد بيقول له ان البنات معاهم حق لاني ما كنتش معاهم في مرض امهم، وتعلقهم بامهم مخليهم مش قادرين يفهموا ان ابتعادي عن امهم كان برغبتها هي. وبينام نيد وبيحلم ان هو داخل كهف مليان ستات افارقه، وبيدور على زوجته لانه عاوز يسمع منها حاجه مهمه، بس للاسف مش بيلاقيها. والصبح بيصحيهم مارتن علشان ياخدهم جوله في الغابه ويفرجهم على الحيوانات ويفسحهم في المحميه الطبيعيه. وبيركبوا العربيه، وطبعا بيكونوا البنات سعيدين سعاده غير طبيعيه بمنظر الغابه وروعه الحيوانات البريه والطبيعه الخلابه في غابات افريقيا، ومذهولين بجمال المكان وبيصوروه لحد ما بيوصلوا عند مدرسه قديمه في الجبل بين الصخور. ومارتن بيقول لهم انها كانت لابناء العاملين في مناجم النحاس، لكنها للاسف بقت مهجوره بعد ما النحاس خلص. وبيكون مستنيهم هناك حارس اسمه بانجي، وبيتعرف على نيت وبناته، وبنعرف ان مارتن موظف في المحميه ومسؤول عن سلامه الحيوانات وصحتهم. وبيكون في زمره من الاسود بيكون مارتن وبانجي هما اللي مربينهم، وبيجهزوا بنادق المخدر علشان يدخلوا لهم. وبيدخل مارتن بين الاسود والملك بيقرب منه وبيحضنه، وبيجي الشبل وبيلعبوا معاه كلهم. ولسه هيدخل وسط الزمره لقى الانثى مضروبه في رجلها من الصيادين، وبدات الاسود تزقر عليهم وهي غضبانه. وامر مارتن بانجي يجيب دكتور بيطري يعالج اصابه الاسد، وهو هيكمل جوله مع نيت وعيلته. بعدها بياخدهم لقريه صغيره علشان يرتاحوا فيها شويه، وشرح للبنات ازاي يتعاملوا مع الناس وما ياخدوش معاهم صور غير لما يستأذنوهم. لكن بعد ما بيدخلوا القريه مش بيلاقوا فيها حد تماما، وبيدوروا على الناس في كل مكان وتفرقوا عن بعض. لكن فجأة بيكتشفوا ان اهل القريه كلهم مقتولين حتى الحيوانات، والاصابات كلها واضح ان اللي سببها اسد عملاق هايج وبينتقم من كل اهل القريه. وبيترعبوا جدا وبدأوا يتحركوا بالعربيه بسرعه وبيهربوا من القريه كلها، لكنهم بيلاقوا واحد مصاب واقف في الطريق وبيطلب منهم المساعده. فبيسألوه ايه اللي عمل فيك كده؟ فبيقول لهم شيطان، وبيشاور لهم على مكانه. ومارتن اخد فورا البندقيه وراح يتعامل مع الوحش. ونيت بيجيب شنطه الاسعافات من العربيه ورجع بسرعه على الراجل، ولكنه للاسف بيكون مات. ومارتن بيدور على الاسد وبعد عن العربيه، وبيلاقي اثار اقدامه اللي حجمها غير طبيعي، وحس بالرعب جدا وبينزل البركه علشان يكون في امان. لكن الاسد بيهجم عليه من الخلف، ونيد وبناته بيسمعوا صوت البندقيه وبيكونوا قلقانين عليه جدا. وبتنزل ماري من العربيه وبيروح نيت يدور عليه، وفجاه سمع صوت الاسد فرجع للعربيه وهو مذعور، وبيدخل العربيه في اخر لحظه قبل ما الاسد يقتله. لكن نورا كانت سايبه الازاز مفتوح فبيهاجمهم الاسد، واضطرت ماري تسوق العربيه بسرعه وتهرب بيها. لكن بسبب الذعر وعدم التركيز بتتعلق العربيه على سفح جبلي وبتعطل منهم، ونيت بيحاول يشغلها ولكن بدون فايده. وطبعا بيتحبسوا في العربيه لان الاسد متربص بيهم وبيسمعوا صوته حواليهم. والمشكله ان في جزء من الغابه مغلق للجمهور، وكمان اشاره اللاسلكي مش هتوصل للقياده، وده لانهم بعيد جدا. بس فجاه بيسمعوا صوت مارتن بيكلمهم في اللاسلكي وبيقول
وبيقول لهم ان في اسد ضخم هاجمه واصاب رجله اصابه خطيره وحاليا بينزف وقاعد دلوقتي تحت شجره ومش قادر يتصرف. وطلب من نيت ان هو ما يخرجش ابدا من العربيه لان الاسد ده مراته اتقتلت على ايد الصيادين وراجع علشان ينتقم من البشر كلهم ومفيش حل معاه خالص غير انه يتقتل. ونيت بيقول له لو معاك ولاعه سخن الجرح واكويه لحد ما اجيلك. وفعلا مارتن بيعمل كده ولكن صرخته من الالم نبهت الاسد ليه. ومارتن قال لنيت ان هو مش لوحده دلوقتي والاسد بيقرب منه من تاني. ونيت بيحط خطه للبنات علشان يقدروا يرجعوا مارتن للعربيه وبيلاقوا في العربيه بندقيه مخدر ونيت بيجهزها. لكن مارتن قال لنيت ان الاسد اختفى وبلاش تنزل من العربيه وانهم لازم يحافظوا على نفسهم وحياتهم وما يهتموش بيه خالص لان مفيش فايده من اللي بيعملوه. وبيطلع نيت فوق العربيه وبينتظر وصول الاسد. وماري بتفتكر امها بس بتعمل حركه غبيه وهي انها بتنزل من العربيه علشان تنقذ مارتن. لكن نيت بيتشتت وبيهجم عليه الاسد من الخلف وبيحاول ان هو يضربه لكن الطلقه مش بتصيبه. وفضل الاسد يهاجمه من تحت العربيه وعنده اصرار ان هو ممكن يقتله. ونيت كان في موقف لا يحسد عليه ومش قادر يستعمل البندقيه ولا حتى ياخد نفسه والاسد مش عايز يديله فرصه ولو ثانيه واحده ان هو يفكر. ونورا بتاخد حقنه مخدر وبتفتح الازاز وبتحقن الاسد بايدها وبيخاف الاسد منهم وبيبعد عنهم. وبتكون ماري ساعتها وصلت لمارتن وقدرت تساعده ان هو يوصل للعربيه. ونيت ساعده في العلاج على قد ما يقدر وبيخيط له الجرح لكن مارتن من الالم بيغمى عليه. وبالليل نيت بيشوف معاهم ميه قد ايه بس للاسف لقاها قليله وبيقول للبنات يتحملوا لحد الصبح وبيوعدهم ان هيبقى في حل. لكن ماري بتقول له ما توعدش بحاجه انت مش قدها وزي ما وعدهم زمان ان امهم هتبقى كويسه لكنها ماتت. وابوهم بيحاول يهديهم ومارتن بيصحى على صوتهم وبيقول لنيت ان هجوم الاسد ما كانش طبيعي واكيد هو اللي قتل كل اللي في القريه لان الصيادين قتلوا زمرته كلها ومن وقتها بقى وحيد ومفيش اي حل قدامهم غير انهم يستنوا حد ينقذهم وما ينفعش تماما خروجهم من العربيه. وبيناموا كلهم في العربيه ونيت بيحلم بنفس حلم الكهف وهو بيدور على مراته. ولما بيقوم بيلاقي ماري صاحيه وبيقول لها ان هو بيحب امها ومش بيزعل منها تماما ومن جدالها معاه لانها بتفكره بامها دايما واكيد لسه في وقت علشان يصلح كل اللي فات. وطلب منها انها تسامحه. وفجاه سمع صوت في اللاسلكي واتضح انهم صيادين بيقربوا منهم وبينزل لهم نيت وطلب منهم المساعده لكن الصيادين رفضوا ان هم يساعدوهم ببلاش وطلبوا منه $5000. فنيت وعدهم ان هو يديهم الفلوس اللي عايزينها لكنهم لما بيفتشوا العربيه بيشوفوا مارتن جواها وقرروا ان هم يقتلوهم. لكن الاسد بيهجم على الصيادين وبيقتل واحد منهم وبدا في قتلهم واحد ورا التاني. ونيت استغل فرصه انشغالهم مع الاسد وقرر ان هو يسرق عربيه من بتوعهم لكنه للاسف مش بيلاقي مفتاح العربيه. ولما بيرجع للعربيه بيشغل اللاسلكي وبيسمع صوت باقي الصيادين وبيعرف ان هم خلاص بعدوا بعيد. وقرر ان هو يروح يدور في الجثث على امل ان هو يلاقي مفتاح العربيه لكنه بيتفاجئ بالاسد قدامه. وساعتها ماري بيتكلموا على اللاسلكي ولكنها بتسمع صوت الاسد وبتترعب جدا وخلاص افتكرت ان ابوها مات لكنه بيكون مستخبي عند شجره ومستني الاسد يبعد. وفجاه بيجي على ايده تعبان وبيرميه على الاسد والاسد بيخاف من التعبان وبيمشي. بعدها بيبدا يمشي في المستنقع بشويش ولكن الاسد بيسمع صوته وبيقرب منه لكنه بيستخبى تحت فرع شجره وبيحبس نفسه لحد ما الاسد بيمشي. وبيلاقي واحد من الصيادين ميت على الشط وكمان معاه مفتاح العربيه وبياخد منه السلاح وبيرجع لبناته من تاني. لكن قبل ما بيرجع بيلاقي الاسد راح للعربيه وفضل يهبش في الازاز لحد ما كسره ودخل لهم في مشهد مرعب جدا وبيحاول ان هو يقتله. وساعتها مارتن طلب من البنات ان هم ينطوا من العربيه بسرعه وهو هيضحي بنفسه لكن العربيه بتقع من فوق الجرف للوادي بمارتن والاسد وتانك البنزين بيكون اتخرم والعربيه اتملت بنزين. وبيرجع الاسد لمارتن علشان يخلص عليه لكن مارتن بيطلع الولاعه وبيفجر العربيه في نفسه في الاسد علشان ينقذ البنات ونيت. وبيكون وصل نيت ولقى ماري متصابه اصابه خطيره ومستخبيه في عربيه الصيادين. ولما سابها ورجع ينقذ مارتن اتفاجئ بمنظر العربيه وحزن على صديقه جدا. وبيظهر الصبح وهم ماشيين بالعربيه وللاسف تاهوا في الغابه وكمان العربيه قربت تخلص البنزين. وفي نفس الوقت ماري اصابتها خطيره وعايزين يلحقوها. وقرر نيت ان هو يستخبى في المدرسه المهجوره لحد ما حد يجيلهم وخصوصا انهم كانوا في امان لانهم بعدوا عن منطقه الاسد الخطير. وبيشيل ماري وبيدخلها المدرسه ولقى الجرح اللي في بطنها خطير وفضل يدور في المدرسه على اي حاجه تساعده في الجرح لحد ما لقى كحول وبدا يعالج لها في الجرح. بعدها بيسيب البنات وخرج يدور على ميه لكن البنات بيتفاجئوا باسد تاني ملطخ بالدم دخل عليهم المدرسه وبيدور على اي حد علشان يقتله. ونيت بيسمع صوت البنات وزئير الاسد وبيرجع بسرعه للبنات وبيضرب نار على الاسد وبيبعده وبيسيب البندقيه على الارض وبيشيل بنته وبيوديها فصل من الفصول وبيقفل على بناته الباب الحديد وبيقرر ان هو هيواجه الاسد لوحده. بس من الواضح كده ان هو عنده خطه معينه واتضح ان هو بيستدرك الاسد عند زمره الاسود بتاعه مارتن
مارتن وبانجي علشان هما يتصرفوا معاه، وبيقفوا كله ثقة قدام الاسد، والاسد بيهجم عليه بمنتهى الشراسة وعلى وشك ان هو يقتله في مشهد يحبس الانفاس. وزي ما احنا عارفين الاسود حسب قانون الغابة مش بيسمحوا بدخول اي اسد غريب لمنطقتهم، وفعلا بتيجي اسود مارتن وبيهجموا على الاسد الغريب وبيخلصوا عليه. لكن نيت بيغمى عليه وبيحلم بنفس الحلم، وهو بيدور على مراته في الكهف عشان يعرف هي عايزه تقول له ايه، لكن المره دي بيلاقيها قاعده وسط الستات وبتقول له كل شيء هيبقى تمام. واتضح ان بنته هي اللي بتقول له كده، وقاعده جنبه في المستشفى، وعرف منهم ان اللي انقذهم بانجي ونقلهم كلهم للمستشفى. وبنته بتقول له انها كانت واثقه المره دي ان هو هينجح في انقاذهم وانها فخوره بيه جدا. وبعد ما بيخرج من المستشفى بيتصور مع بناته صورة جماعية وبيهديها لروح صديقه مارتن. وبكده يكون خلص فيلمنا. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انا باسل عمر، سلام.